السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ هنكمل سلسلة الترقوة. احنا دلوقتي هنعالج الصغير بقى، احنا خلصنا الكتير الصغير. هو نفس الكلام بالملي، مفيش فيه أي اختلاف، بس هنغير نقطتين تطمين على يعني. أنا دكتور أحمد العطار، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري. بصوا يا جماعة، الصورة دي طبعا باين إن الحجم صغير ومراكز النمو كلها كأنها مكسورة. أول ما نشوف مراكز النمو ده يبقى دي أشعة طفل، وادي الكسر اهو في الترقوة. طيب بالنسبة للتشريح قلنا هي عظمة على شكل حرف اس، بتعلق الطرف السفلي الطرف العلوي والأعصاب كلها ورا الترقوة. تمام. الأعصاب بتنزل من الدماغ على تحت وعلى شكل حرف اس، بتعمل الشكل الجمالي بتاعنا. أسبابها إيه؟ بالنسبة للعيال تقريبا مفيش إلا السقوط على يقع يتكعبل. الأعراض نفس الأعراض بتاعت أي كسر، ألم وورم ونقص في الحركة وإصابة عصبية. بس إحنا هنثبت شوية على موضوع الورم ده. يا جماعة الورم في الأطفال كله الجسم بيصنفره بعدين، غير الكبار. بيبقى كمان العيل صغير وجلده رقيق، فبيبين إن الورم بالذات بعد 3 أسابيع قد كده، قد البوق ليلة. ما تخافش، ده عادي. بعد الكسر ده عادي، عظم جديد بيتكون بقوة. الجسم لسه صغير، القدرة على تشكيل العظم عالي جدا، فكل الكلام ده بيروح. عشان ما تزقش ناحية العملية، احنا هنقول عليها كلمة دلوقتي. طيب الأشعة هي الأشعة العادية، ما نبقاش محتاجين أكتر من كده. التقسيمة إذا كانت مهمة في الكبار، في الصغار لا. الجزء اللي في النص زي الجانبي اللي هو الداخلي زي الخارجي واحد، كله هيتعالج تحفظي. كل شيء هقعد اقول لك تتعالج تحفظي. العلاج الكسر بتاع الترقوة في الأطفال ملهوش غير العلاق. يعني مش فارق بقى تحط صدره، ايده على صدره لو هو حركته عالية قوي. بس في الحر في الصيف ما ينفعش. الواد بيحتر قوي، غير العرق والتسلخات او العليقة العادية. كل واحد. المهم ان العملية جريمة كبيرة في حق الولد، فهو يتعلق وبس. فالمحاضرة دي انت طالع منها بمعلومتين 2: ان الورم اللي بيبقى بعد 3-4 اسابيع اللي بيبان في الطفل ده ولا اي حاجة، والجسم بيصنفره وبيرجع للطبيعي غير الكبار. النقطة الثانية ان ملهوش علاج غير العلاق، فما فيش حاجة اسمها هنحط له سلك معدني ولا الكلام ده وانت تبقى قلقان والدكتور ما عملوش عملية او العكس. خلاصة الموضوع النقطتين دول. صحة حضراتكم تهمنا. السلام عليكم.